سامسونج يا جماعة بتقدم أداء عالي بصراحة. الموبايل حرفيا مش ناقصه حاجة، عندك أداء جبار في الألعاب والاستخدام اليومي، وكاميرا جامدة قوي وشاشة رايقة حرفيا. لو بتفكر تشتري موبايل الفترة دي صدقني لازم يكون اختيارك الأول. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. يلا بينا نشوف. جبت لك النهاردة وحش من سامسونج اي 56، ومش هسيب حاجة غير لما اجيب لك اخرها حرفيا. تعال نشوف هل هو فعلا صفقة كسبانة ولا اي كلام وخلاص. يلا بينا. تعال نشوف علبة الموبايل. اول ما تفتح العلبة هتلاقي الموبايل في وشك، وبصراحة شكله رايق اوي، ومش هتلاقي معاه في العلبة غير وصلة الشحن التايب سي. الموبايل جاي بالتصميم اللي خلاص اتعودنا عليه من سامسونج، 3 كاميرات في الخلف ونوتش صغير في الشاشة. الموبايل جاي بجسم من الازاز والالومنيوم، وبصراحة مسكته في الايد افخم اكتر من الاصدارات اللي فاتت. الموبايل جاي بحماية IP67 اللي بتخليه يتحمل المية والغبار. الموبايل جاي بشاشة محترمة قوي، وبصراحة شاشة سامسونج مفيش عليها كلام. الموبايل جاي بشاشة بحجم 6.7 بوصة 120 هرتز من نوع أموليد، وسطوعها 1200 نيتس، وسطوع تحت الشمس كويس قوي بصراحة. الموبايل جايب معالج اكزينوس 1580 بمعمارية 4 نانومتر، مع مساحة 128 جيجا أو 256 مع 8 جيجا رام. بصراحة هو مش الأفضل في الفئة السعرية ديت، بس أداء كويس مش هيزعلك يعني. ومفيش مدخل مايكرو اس دي، والموبايل جايب اندرويد 15 مع واجهة وان يو اي 7. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن المعالج وما نجربش بابجي. ولما جربنا بابجي على الجهاز شغال على 60 فريم وكانت كويسة قوي، وجودة الصورة كانت محترمة بصراحة. بس انا مش عارف ليه لحد دلوقتي مفيش جهاز من سامسونج في الفئة دي بيدعم ال 90 فريم، مع ان في شركات تانية في نفس الفئة وبتدعم ال 90 فريم. الموبايل زي ما قلت لك جايب 3 كاميرات في الخلف. الاساسية 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري او اي اس، والكاميرا التانية الترا وايد 12 ميجا بكسل، والتالتة ماكرو 5 ميجا بكسل. والموبايل بيصور فيديوهات على 4K مع 30 فريم، وفي ثبات عالي في الصور بصراحة. اما الكاميرا الامامية بقى 12 ميجا بكسل بتدعم تصوير 4K و HDR، صورها كويسة قوي في الاضاءة العالية. البطارية هنا 5000 ملي امبير، وبصراحة ادائها محترم، وبتدعم الشحن السريع بسرعة 45 واط. وطبعا كلنا عارفين ان سامسونج خلاص ما بقتش تحط راس الشاحن في العلبة، فهتضطر تشتري راس شاحن. في كام حاجة كده كانت ممكن تبقى أحسن. المعالج كان ممكن يبقى سناب دراجون، كان هيبقى أحسن بكتير. ومفيش كاميرا تيليفوتو زي ما قلتلك، راس الشاحن مش موجودة في العلب، والبصمة هنا مش أسرع حاجة. أما سعر الموبايل بقى فبيبدأ من 20,000 ل28 على حسب المكان اللي هتجيبه منه والمساحة وكده. وبكده أكون قلتلك كل اللي محتاج تعرفه عن الموبايل. متنساش تعمل لايك للفيديو وتكتبلي تعليق حلو زي. أشوفك الفيديو الجاي.